مكروه. نعم. طب شيخنا، أنا بس معايا أمانة من أخت كريمة من السعودية، عايزة تسأل حضرتك سؤال. عندها ولد في 14 من عمره، يعني هو ولدها الوحيد، وتقول تجد معه صعوبة شديدة بالغة في مسألة يعني متابعته في الصلاة والمذاكرة. تقول يعني احنا طبعا في السعودية أهل مساجد، كل الناس هناك بتصلي في المسجد وكده، يعني يذهب إلى المسجد بالعافية، وكذلك المذاكرة هي طبعا تجلس معه للمذاكرة لأنه غالبا ينقطع عن الدراسة ولا يذهب حتى المدرسة كثيرا. فهل تتركه وشأنه، ولا تفضل معاه كده وهو يفضل يعني يحاورها ويتعبها؟ لا، هذا الولد أبوه غائب. نعم. خلاص، كثير الأسفار. خلاص انتهت. المرأة لا تستطيع أن تفعل ما يفعله الرجل. ليه؟ لأن الأب، وأنا عايز أنبه برضو الآباء اللي سايبين يعني تبعة الأولاد على الأمهات بدعوى الشغل والكلام ده هو، وقد يكون الرجل يستطيع أن يوفر جزءا من وقته لأولاده. الأب لو زي ما احنا بنقول، لو أفت عظم على سرير له قيمة في حياة الولد. ما فيش ولد بيقول أنا أمي بتعمل وبتخلي، إنما يقول أنا أبي يفعل كذا وكذا. واخد بالك؟ فأنا عايز أقول إنه الأب غايب منظومة فاسدة على طول. الأم ما ترعش تعمل حاجة، ليس للأم شوكة، والأم ملهاش حشمة عند الأولاد. مش أي أم ملهاش حشمة عند الأولاد. ليه؟ عايشين معاه ليل نهار، ويقدر الولد يزعق لأمه ويقدر يخبط ويرزع والكلام ده. أول ما يجي أبوه هس هس، مفيش إطلاقا الإبرة ترن في البيت. ليه؟ لأن الأب صاحب الشوكة. لكن الأم حيث أنه قدر عليها مثل هذا البلاء، وهو أن يغيب الوالد بسبب من الأسباب يعني، ويهمل تربية الولد، وده الولد الوحيد مثلا اللي هو يعتبر أغلى ملك عندهم. لو الأب صاحب تجارات واسعة جدا جدا في أنحاء العالم، ابنه أغلى من كل هذه التجارات. لأن هو لو افترضنا أن الولد ده مرضا هينفق كل هذه الأموال عشان يرفع العلة عنه، فكيف يتركه حتى يعني يفسد مثلا ويلقى الله عز وجل؟ الأب يعذب به والأم تعذب به والولد يعذب كمان. فعشان كده أنا بقول للأم، هي الأم بتقول من كتر ما هي أسفت فيما يبدو إنها مش عارفة تخلي الولد في، وهذه سن 14 سنة ده أخطر سن، اللي هو الولد بينتقل فيه من مرحلة إلى أخرى، ويستشعر لأول مرة بأنه إنسان، ويستشعر المعاني، بتبتدي المعاني تكبر معاه. مش وهو صغير مش حاسس بالمعاني، يقول اللفظ بس المعنى مش كامل عنده، لا، بدأ يحس المعاني، بدأ يحس انه راجل، بدأ يحس انه يغير من اصحابه مثلا، بدأ عايز يقلد اصحابه، وده مكلف وقد يكون فيه فساد. فانا عايز اقول لهذه الام الاخت الفاضلة السائلة، حديث ابن عمر في الصحيحين يوجب عليها ألا تتركه إلى آخر نفس حتى لو فسد، يبقى عملت اللي عليها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيته. فالراجل هو قمة الهرم، مسؤول عن المرأة وولادها. الراجل غاب، يبقى المرأة مسؤولة عن ولادها. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. بالإضافة لأن إذا تعارض حاجتين أقدم أولاهما. يعني الولد الآن لا راضي يذاكر ولا راضي يروح مساجد، لا أنا أوديه المساجد وأسيب المذاكرة. ما حاجة من الاثنين، الولد مش هيعمل حاجة من الاثنين. خلاص نعمل إيه؟ يبقى أرضى باستقامته لربه سبحانه وتعالى، وأخلي دنياه لقدر. إذا كان أبوه صاحب تجارات ولا حاجة ياخده معاه في التجارة، إذا كان صاحب أي حاجة ياخده مع كده. لكن إحنا بكل أسف عندنا برضو حتة العناية بالمذاكرة، والكلام ده مقدم على الاستقامة، والكلام ده مش صحيح. الكلام ده في الآخر هيولد لنا إنسانية فاشل في الحياة ولا حظ له في الآخرة إن يعني إيه مات على مثل هذا يعني. فيبقى احنا إذا يعني تزاحمت علينا الأمور نقدم أعلى المصالح، وهي الاستقامة، استقامة الولد. وعليه الأم ما تعرفش تستخدم إلا سلاح الترغيب.
ترغيب. انما الترهيب الاب يقدر يعمله ويجيب نتيجة. بتلاقي الاب مسافر في بلاد في خارج القطر يعني، والولد معذب امه. اول ما تقول له هقول لابوك يقول طب خلاص ما تقوليش. طب ابوه فين؟ ده ابوه غايب لا يراه. لكن برضه الاب في النهايه كما قلت هو اللي معه الشوكه. نعم. اسال الله ان يهديه لها. اللهم امين. جزاك الله